السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة الخنساء الزمورية. اليوم نقدم لكم هذا الكيك بالمول الجديد طويل بهذا لي موتيف بنكهة الشوكولات. نحتاجو لهذا الكيك كاس العنبة معمرش بزيت المائدة، كاس العلبة أيضا معمر سكر حبيبات سكر سنيدة، 4 البيضات متوسطين بحرارة المطبخ، واحد دانون بنكهة فاني أو زبادي بنكهة الفاني، 2 كيسان العنبة عامرين ولكن ما غنديرهمش كاملين، في الأخير نقول لكم شحال غندخل في هذا الكيك شحال هزات ليا، 2 معالق كبار عامرين ديال الكاكاو، و2 ساشيات ديال خميرة الحلوى ما يعادل 16 غرام، يعني 8 غرام في الساشي، ومعلقه كبيره ديال الكاكا ديال الكوك. غنسمها بهذا الكوك لان الكوك يتواتل مع الشكلاط. هادو هما المكونات اللي غنحتاج في هذا الكيك اللي غنغلفو بواحد الطبقه هي ايضا غنيه بالشكلاط اللي كتجي غزاله منكهه مذاق الشكلاط المحب بالشكلاط، ونقريصه الملحه من طبيعه الحال. ودابا غنجيب واحد البول اللي غنخدم فيه هاد المكونات، نخلط فيه هاد المكونات. غنضيف على البيض قريصه الملحه وكاس السنيده اللي معمرة العنبه، وغنخدم هاد المكونات حتى يبيض ليا الخليط. دابا غنبدا نضيف الزيت بشوي بشوي وانا تنطرب. حتى نكمل الزيت، وغنضيف ديك المعلقه كبيره ديال الكوك. بعد ما طربت هاد المكونات مزيان كاملين، دابا غنضيف دانون اولا زبادي بنكهة الفانيلا، وغنخلط شي شويه حتى ينسجموا ليا مزيان. عاد غنبقى نضيف الدقيق والكاكاو والخميره. غنبقى نضيف الدقيق بشوي بشوي وانا كنخلط من التحت الفوق بهذه الطريقه باش تيجينا الكيك مهوي. ودابا غنضيف الدقيق بشوي بشوي، عيني ميزاني لاني ما غنديرش الكميه كامله ديال الدقيق.
في الاخير غنوريكم شحال دخلت في هذا الكيك ديال الدقيق. الدقيق بطبيعه الحال مغربل من قبل. صافي هذا هو القوام ديال الكيك، يعني راه دخلت كاس ونص، راه بقى لي نص كاس ديال العنبه. كيبقى الدقيق على حسب النوعيه. غندير في هذا المول، في هذا لي موتيف، هذا المول طويل جديد. صافي وغندير الفران. انا الفران ما كنسخنوش في الكيك، ممكن تسخنيه من قبل، المهم الطريقه باش كطيبوا الكيك ديالكم. وها الكيك ديالنا راه وجد. غنحاول غير بشويه نحيدو من الجناب وغنقلبو وغنوريكم الشكل ديالو. راه تيجي غزاله البنات. وها الكيك ديالي، هذا هو الشكل ديالو. وها هو المول كما كتشوفوا، راه ما لصق ما والو، راه دهنتو. دابا غنمسحو باش غنخدم به. هانتوما تيجي فتي وهشيش ورطيطب. دابا غندوزو المكونات ديال الطبقه اللي غندير لهاد الكيك، اللي غنغلف بها الكيك ديالي. عندي نص لتر د الحليب ما يعادل 500 ملل. غنحتاج هنا معلقه د الكاكاو المور، وهذا ديسير بنكهه الشكلاط. 2 معالق كبار ديال السنيده سكر حبيبات. 2 معالق كبار ديال النشا المايزينا. 2 معالق عفوا 2 فلون بنكهه الشكلاط. وهنا غنحتاج 6 القطع ديال الشكلاط غير باش ندعم، باش تجيني نكهه الشكلاط تجي غزاله متى تزيدي فيها داك الطريفات. صافي دابا غنجيب كاسرونه اللي غنكب فيها الحليب ديالي ونخلطو مع الكاكاو والسنيده والمايزينا النشا، وغنديرو على نار متوسطه مع التحرك والفلو. عفوا بعد ما نكب الفلو غنديه على نار متوسطه مع التحرك المستمر حتى يبدا يتقل ليا. عاد غنحيدو وغنوريكم في الاخير القوام ديالو. ها هو القوام. دابا مازال سخون البنات. غنضيف عليه داك الشكلاط، وانا كنحرك بزربه وداك ديسير بنكهه الشكلاط، وغنحرك بالزربه. ما خصوش يبرد ليا الخليط، لاني خاصني نكبو في المول سخون، وغندير عليه الكيك باش يقبط ليا في الكيك. صافي بعد ما داب ليا كلشي، دابا غنكبو في المول اللي مسحت من قبل، ما دهنتو ما والو، غير مسحتو مزيان. صافي وغنجيب ديك الكيك ديالي غنحطو على هاد الخليط، وانا كنضغط شويه بيديا بهذا الشكل حتى ياخذ ليا لا فورم ديال داك الخليط. وغنديه يبرد. منين يبرد حتى يبرد، ها هو برد ليا، جبدته. غنقلبو دابا لكم في صحن التقديم وغنوريكم الشكل النهائي ديالو. راه تيجي غزال البنات. هذا غير درتو في الثلاجه، داك البروده اللي عطيه داك اللوين المول. وها هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالي. نتمنى تجربوه ونتمنى يعجبكم الاقتراح ديال اليوم، وبصحه والراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله.